بتخس متحير تلعب كارديو ولا تلعب حديد؟ تعال اقولك. دلوقتي تمرين الكارديو وتمرين الحديد او تمارين المقاومه اللي هو الحديد في الجيم، الاتنين كل واحد فيهم بيعمل حاجه مختلفه. اول حاجه تمرين الكارديو بتحرق دهون لكن ما بتبنيش عضلات، اما تمارين المقاومه بتبني عضلات وبتحرق دهون في نفس الوقت. ازاي؟ هنا هي فكره انك تلعب تمارين مقاومه او حديد، دي في حد ذاتها بتحتاج طاقه، والطاقه دي بتنتج عن طريق الدهون، فبالتالي انت اصلا بتحرق دهون وفي نفس الوقت انت بتبني عضلات وبتقوي عضلاتك، مش بس بتحرق دهون. الصح هنا او ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق هنا انت بتحرق دهون بس في الكارديو، اما في الحديد انت بتبني عضلات وفي نفس الوقت بتحرق دهون. فبالتالي الصح انك تدمج بين الاثنين. لو انت عايز تخس اعمل ميكس بين الكارديو وبين الحديد. اول حاجه شكلك هيبقى افضل، مش هتخس ويبقى عندك ترهلات، هيبقى فيه شيب كويس لان انت خسيت دهون وفي نفس الوقت رفعت من نسبه العضلات عندك. تاني حاجه هتحسن من ادائك وقوتك في التمرين وعضلاتك هتبقى اقوى، زائد انك انت نفسك هيبقى اطول، وكمان هتعرف تلعب كارديو احسن لو انت اصلا اوريدي بتلعب حديد. والاتنين مع بعض هيبقوا احسن اختيار، ما ينفعش تلعب حاجه منهم واحده بس وتسيب التانيه لو انت عايز تخس. الاتنين مع بعض افضل حل. مع بعض مش هينفعوا غير لما تكون اصلا عامل دايت كويس او دايت بلان ماشي عليه كويس بسعرات محسوبه، وبتاخد نسبه البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحيه اللي محسوبه ليك.